الاستفادة كانت كبيرة، يعني إشراك 10 لاعبين جدد تعطيك فكرة على الجاهزية ديال اللاعبين البدلاء، أيضا أفكار على مستوى تغييرات ربما المباراة ربع النهائي وما تبقى من البطولة، إعطاء إيقاع أيضا اللاعبين اللي ما لعبوش منذ بداية البطولة، فالاستفادة كاملة من ناحية عملية التدوير. طبعا من ناحية الملعبين في حلة جيدة، الأرضية ممتازة في كلتا الملعبين. ملعب عنابة ملعب جميل جدا يعني ككل بساط وباقي يعني التجهيزات ديالو، فكاين اختلاف، ولكن خلاصة أنه ملاعب تتيح أننا نلعبوا بالشكل اللي شفنا عليه، خصوصا الفريق في الساعة الأولى يعني ديال المباراة. أكيد المواجهات دائما ديال فروق شمال إفريقيا عندها طعم خاص، كاين هناك ندية، هي ديربيات يعني متعود عليها الجماهير، تيكون فيها يعني نكهة خاصة، تتكون عندها حماس خاص. طبعا الفروق يعني تطمح للفوز بهذه المباريات، فاكيد انه مباراه بين دول شمال افريقيا ما تتشبهش مباراه بين الفريق مثلا شمال افريقيا ودول جنوب الصحراء. كاين اختلاف كبير وكاين اهتمام كبير في الجانبين، في الشعبين للمباراه، ولكن يعني تتبقى مباراه في كره القدم على ارضيه كره القدم وبساط ديال الفريق الثاني. اليوم لأن غيرنا 11 لاعبين ما عندهمش ايقاع ديال المباريات، فمطالبين اننا نرتاحوا مزيان، وابتداء من الغد نبداو نوجدوا المباراه ديال الربع النهائي اللي هي مباراه مهمه، مباراه مؤهله لكاس العالم، غنعطيوها الاهتمام ديالها، غنعطيوها الاهميه ديالها، غنعطيو للخصم الاحترام اللي تيستاهل، وخصنا نكونوا عندنا 3 ايام باش نكونوا حاضرين اليوم المباراه ان شاء الله.